أي حد نِفْسه يعمل مشروع مُربح من البيت، ميزانيته صغيّرة وقاعد كده فاضي، نِفْسه يساعد في البيت في الغلا اللي إحنا فيه ده، سِت بيت وقاعدة فاضية أو أي حد نِفْسه يعمل المشروع ده، فالفيديو ده ليكم النهارده. هاقول لكم إزاي نبدأ مشروع تربية الفراخ البيضا في البيت، وهاقول لكم إزاي كمان نوفّر في التكاليف وإزاي ممكن نحقق ربح كويس من غير تعب كبير. بس خلّي بالكم لو فاتكم أي حاجة من الفيديو فأنتم كده بتضيّعوا لنفسكم فرصة كبيرة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية عشان النهارده هتلاقوا فيه معلومات كتيرة جدًا عن تربية الفراخ البيضا وإزاي تبتدوا مشروع من البيت بميزانية قليلة جدًا، وكمان هاقول لكم على دراسة جدوى ل10 كتاكيت بس لو أنتم كمان يعني الميزانية قليلة أوي وهنجيب حتى 10 كتاكيت هنبيعها للجيران، أو لو أنتم ما عندكوش مكان في البيت فتربوا فيه بس ال10 كتاكيت، فهاقول لكم تعملوا إيه وإزاي تربوا الكتاكيت دول وإزاي يدخّل لكم كمان منهم ربح كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا رب تكونوا بخير وتكون دايمًا بيوتكم مليانة بالخير، أنا سمسمة ودي قناتي خير بيوتنا مع سمسمة، قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا يالّا نصلّي كده على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك علينا يا حبيبي يا رسول الله، واكتبوا لنا كده الصلاة على النبي في التعليقات، ربنا يجعلها فتحة خير علينا وعليكم يا رب. يالّا بينا كده نبدأ بسم الله ونخش على الفيديو بتاعنا من غير كلام كتير. الفراخ، تربية الفراخ، على فكرة يا جماعة تربية الفراخ دي من برضه المشاريع المُربحة، ولكن طبعًا هي يعني برضه على فكرة بيكون فيها يعني مجازفة، مش هاقول لكم إن هي بتربح كتير جدًا، لإنها طبعًا هي على حسب سعر السوق، وكمان هي مش بتاخد يعني مجهود جامد، يعني لو أنتم عندكم فكرة عن تربية الطيور. إن شاء الله في الفيديو ده أنا هادّيكم فكرة عن تربية الفراخ البيضا، كمان تربيتها على فكرة هي بتكون ممتعة وطول ما أنتم بتربوا في البيت، فبيكون دايمًا في خير في البيت. فإن شاء الله بإذن الله يعني هتخرجوا إن شاء الله من الفيديو ده مستفيدين، والمشروع ده مناسب لو أنتم عندكم مكان صغير أو حتى لو أنتم ما عندكوش مكان في البيت، فأنا هاقول لكم تعملوا إيه علشان توجدوا مكان كده صغير تربوا فيه ولو حتى 10 فرخات تبيعوهم للجيران وتكسبوا منهم. فخلّينا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة. أول حاجة طبعًا هو لازم توفير المكان، يعني لازم يكون عندكم مكان ويكون مكان نضيف. فلو أنتم مثلًا عندكم مكان أنتم أصلًا كده بتربّوا فيه أو لو أنتم ما عندكوش تقدروا تقفّلوا عِشّة صغيّرة في أي مكان حتى لو موجود كده مثلًا في المطبخ، في منور، فوق السطوح، ببواقي خشب ونشِد عليها السلك، يبقى إحنا كده وفّرنا إن إحنا مكان ولو حتى زي ما قُلت لكم كده إن إحنا هنربّي فيه ال10 فرخات، فإحنا عايزين بس مكان صغيّر، ال10 فرخات لو هي هتتربّى على الأرض ونحجّز لها كده مكان، فهي بتاخد ال10 فرخات بتتربّى في متر مُربّع، ده بياخد 10 فرخات لحد عُمر الدبح، لو هي ببطارية أو عِشّة فإحنا ممكن نعملها متر في 60 سنتي أو في نُص متر، فالبطارية بتاخد يعني بتاخد مساحة قليلة على الأرض، لكن بتاخد عدد فرخات نفس اللي هتاخده بالضبط المتر المربع على الأرض، تمام كده فاهمين إزاي؟ طيب إحنا كده وفّرنا المكان، والمكان يكون كده مكان نضيف، يبقى لازم تاني حاجة بعد ما نوفّر المكان النضيف، إن إحنا يكون في تهوية كويسة، وتكون بعيدة عن الرطوبة. خلاص، عملنا كده عِشّة أو عملنا قفص أو حتى حجّزنا عليهم كده في الأرض، لازم يكون على الأرض في نشارة أو يكون في تبن علشان الدفا، بالذات الفراخ البيضا تربيتها تربية حساسة جدًا، جدًا، فلازم إن إحنا نكون موفّرين لهم النضافة، وأهم حاجة زي ما قُلت لكم كمان يكون معاها التهوية، تمام؟ وفّرنا المكان والمكان نضيف، هنشتري سقاية، نشتري علافة، هي سقاية واحدة وعلافة واحدة تمام جدًا بالنسبة يعني عدد اللي هم ال10 فرخات، زي ما قُلت لكم الأرض لازم يكون فيها نشارة خشب أو يكون فيها تبن أو يكون فيها قش، زي ما أنتم عايزين تحطّوا أهم حاجة إن هي لازم تكون فيها حاجة في الأرضية علشان رجلهم ما ييجيلهاش كساح، وكمان علشان البرد، ده مهم جدًا، جدًا. طبعًا برضه لازم يكون في مصدر للتدفئة، اللي هي بنستخدم لو هم عدد كتاكيت كده قليل، فبنستخدم لهم اللمبة الصفرا 100 أو 200 على حسب المكان الموجود عندكم. أهم حاجة ما نحطهمش بقى في كرتونة ونقفّل عليهم ونحط اللمبة الصفرا ونقول عشان يتدفّوا وما يبقاش في تهوية، هيموتوا منِّك على طول كده. لازم يكون في تهوية مناسبة، صحيح ما بتبقاش في العمر الصغير، لكن ما ينفعش إن إحنا نقفّل كرتونة، يعني لو هُم في عِشّة أو هُم في الأرض، لازم بيبقى في مصدر تهوية بسيط جدًا مع اللمبة الصفرا دي خصوصًا في الشتا، أنتم عارفين إحنا دلوقتي الجو بقى عامل إزاي، الجو بقى ساقعة، فلازم يكون في لمبة صفرا علشان يتدفّوا كويس، والموضوع ده مهم جدًا، درجة الحرارة في الأول لازم تبقى 34، موضوع الدفا ده هو اللي هيدّيكم بعد كده الوزن الكويس. لإن هُم لو بِرضوا منّكم في الأول مش هيكبروا، خلاص هتبقى كده أنتِ خسرانة أو أنت خسران، فخلّينا نمشي مضبوط من أول يوم
لو مشينا مضبوط من أول يوم هتلاقوا إن الموضوع بقى سهل جدًا وما بقاش فيه أي حاجة خالص. طبعًا أنا باتكلم كل الفيديو ده والكلام ده للناس المبتدئة أو الناس اللي لسه ما ربِّتش قبل كده، هتلاقوا إن شاء الله الموضوع سهل، ما تقلقوش خالص، خالص، وما تقلقوش نفسكم. تابعوا بس معايا بكل فيديوهاتي، هاقول لكم على كل حاجة وهاقول لكم على خلطات وحاجات كويسة جدًا هتكبّر معاكم الفراخ بسرعة وهتوصل لوزن حلو جدًا، واللي هيدوق الفراخ اللي أنتم بتربوها في البيت دي هيفضل يطلب منكم على طول. يعني إن شاء الله هتلاقوا إن يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى هتلاقوا إن المشروع ده إن شاء الله ماشي معاكم. فخلاص خلّينا كده إحنا نقول إن إحنا ضبّطنا المكان، حافظنا على التهوية، حافظنا على النضافة، ضبّطنا الدفا ودي أهم حاجة، أهم حاجة من قبل ما نشتري الكتاكيت. شوفي أنا باقولها لكم كذا مرّة إزاي أهم حاجة يكون المكان دافي من قبل ما الكتاكيت تيجي. خلاص هنروح نجيب بقى الكتاكيت بتاعتنا، لازم نجيب الكتاكيت من مكان مضمون علشان تكون كتاكيت فرزة أولى. اوعوا تجيبوا من أي مكان ولا إن هو يدّيكم فرزة تانية، مش هتكبر وهتاكل معاكم كتير، وفي الآخر هتبقى أنتم خسرتوا فلوسكم وخلاص. إحنا دلوقتي عاملين إن إحنا بنعمله كمشروع، فلازم أو حتى لو أنتم هتربوهم يعني للبيت، فخسارة إن إحنا ندفع فلوس وتضيع على الفاضي. يبقى لازم نتأكد إن إحنا جايبين الكتاكيت تكون فرزة أولى، وتكون حاجة كويسة من ناس من مكتب يعني أو من مكان مضمون علشان يعني تكبر. وإحنا بنشتري الكتاكيت هنشتري معاهم الأكل بتاعهم اللي هو عبارة عن علف بيكون علف بادي تركيز 23% ولازم في الأول يكون علف بادي تركيز 23%. وطبعًا أهم حاجة إن يكون العلف ده يكون برضه من شركة مضمونة، ما يكونش علف سوقي أو يكون متخزّن عند التاجر، لإن بيبقى فيها سموم، مش هيكبروا هييجي لهم سموم وإسهالات، ممكن يموتوا، ومشاكل كتيرة جدًا بتبقى بسبب العلف، إن هم برضه أنتم بتقولوا بياكلوا بس مش بيكبروا. فنتأكد يا جماعة إن العلف يكون من شركة مضمونة، يعني علف كويس ومتجرّب وتمام، وفي نفس الوقت ما يكونش متخزّن عند التاجر اللي هو موجود. كل كتكوت بياكل حوالي من 3 كيلو إلى 3.5 كيلو علف، على حسب بقى الوزن اللي أنتم عايزينه. يعني في ما شاء الله أعلاف بتجيب وكتاكيت لمّا تكون فرزة كويسة بتجيب معاكِ وزن بسرعة وما بتاكلش ال3 كيلو ونُص، وفي فراخ لأ ممكن تاكل ال3 كيلو ونُص علشان توصل للوزن اللي أنتم عايزينه. خلاص فإحنا خلّينا نقول إن هم من 3 إلى 3 كيلو ونُص. فما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، تعملوا اشتراك في القناة لو أنتم بتزوروا عندي القناة لأول مرّة، ويا ريت شير كتير علشان الناس تستفاد، والناس اللي ما عملتش المشروع ده قبل كده كلنا كده نفيد بعض. ولو أنتم ليكم تجارب في الموضوع ده أو إن أنتم عملتوه يعني كمشروع، اكتبوا لنا في التعليقات علشان نتبادل كلنا الخبرات من بعض. اشترينا كتاكيت وجبنا العلف، هنحط في المَيّة أول يوم ليهم استقبال، هي معلقة عسل أسود في المَيّة أو كيس محلول معالجة الجفاف، يعني ده أو ده ما فيش مشكلة خالص، بلاش سُكّر لإن هو ما لوش أي فايدة. ده أول يوم. من تاني يوم بتبقى جاية معاهم من نفس المصدر اللي أنتم بتشتروا منه الكتاكيت، بيبقى فيه تحصين أو من الصيدلية البيطرية، بيبقى في حاجة اسمها تحصين وده مضاد حيوي معوي وتنفسي، بينزل الاتنين مع بعض لمدة 3 أيام في المَيّة. السقاية لازم تتنضّف كل يوم، المَيّة تكون نضيفة كل يوم، هنغيّر المَيّة وندلقها ويعني طول الدورة. في شوية أعشاب هنعمل بيها فيديو بقى مخصوص كده إزاي نوصل لوزن ما شاء الله يعني كبير، هاعمل لكم بيها فيديو بالتفصيل، التربية بالتفصيل من أول يوم لحد آخر يوم. لكن خلّينا إحنا نتكلم في الفيديو ده عن التكاليف. عايزة أقول لكم تكلفة ال10 كتاكيت مع مدة أكلهم اللي هم يعني 35 يوم عشان يوصلوا لكم متوسط وزن حوالي 2 كيلو وربع إلى 2 كيلو ونُص، وفي أحيانًا كمان بيوصل ل3 كيلو. في ناس بتسيبها لحد 40 يوم وبتوصل ل3 كيلو، 3 كيلو وربع، يعني على حسب بقى ما أنتم حابين الوزن إيه. لكن أنا باتكلم على المتوسط واللي بيتباع واللي الناس بتشتريه، هو بيبقى من 2 كيلو ل2 كيلو ونُص، وده بييجي من 30 يوم إلى 35 يوم على حسب بقى الوزن اللي أنتم هتبيعوا عليه. بس كل ما الوزن طبعًا بيعلى، كل أمّا أنتم المكسب بيكون فيه أكتر. خلّينا بقى نحسب كده تكلفة ال10 كتاكيت. الكتكوت النهارده ب20 جنيه، أنا سائلة عليه النهارده وقالوا لي في المكتب وقالوا لي ب20 جنيه. طبعًا بيختلف من يوم ليوم، يعني ممكن أقول لكم النهارده ب20 تشوفوا الفيديو، ممكن بكرة تلاقوه ب25 ب30. أنتم عارفين إن مرّة وصل ل50 جنيه. فأنتم قيسوا على يعني على السعر اللي أنا باقوله، ما تاخدوش السعر إن هو ده ثابت، لإن ممكن كمان يكون عندي ب20 ممكن يكون عندكم ب25 ممكن يكون في مكان تاني ب22. أنتم عارفين إن الأماكن بتختلف فيها برضه، حتى أسعار الكتاكيت بتختلف. فخلّينا نقيس بس الكلام، تمام، آآ على بقى الأسعار اللي عندكم. لكن إحنا هنحسب أول حاجة إن إحنا هنجيب مثلًا زي ما أنا قُلت لكم هو السعر النهارده ب20 جنيه، فإحنا هنجيب 10 كتاكيت في 20 جنيه، يبقى إحنا عندنا كده تكلفة شراء الكتاكيت هي 200 جنيه. خلّينا كمان نقول إن متوسط الفرخ بياكل 3 كيلو وربع، لإن زي ما قُلت لكم ممكن تبقى 3 وممكن تبقى 3 ونُص. أنا باذبح أحيانًا كتير جدًا، جدًا، هو عمرهم ما كانوا عندي 3 كيلو ونُص، بياكلوا 3 كيلو. فخلّينا نقول
إن هم في المتوسط بياكلوا 3 كيلو وربع، فخلّينا نقول 3 كيلو وربع في ال10 فرخات، فخلّينا كده نقول إن هم هيبقوا عبارة عن 32 كيلو ونُص علف، أو خلّينا نقول إن هم 33 كيلو. أنا عندي العلف بيتباع ب21 جنيه، ممكن عند حضرتك يتباع ب22، ممكن يتباع ب23. طبعًا زي ما أنتم عارفين يعني هو على حسب المكان، فخلّينا نقول في المتوسط 21 زي ما هو بيتباع عندي، فكده يبقى 693، أو كده خلّينا نقول إن هي مثلًا عبارة عن 700 جنيه ده سعر العلف. خلّينا كمان نحسب مصاريف لكل فرخة، لإن أنتم هتشتروا نشارة لو أنتم بتربوا على الأرض يعني، نشارة أو تبن، حتى لو أنتم هتربوا ببطارية فأنتم برضه محتاجين اللمبة الصفرا، كل ده برضه فيه يعني كهربا، فيه مَيّة، فيه شوية أعشاب لو إحنا هنحطها، فخلّينا ندّي لكل فرخة متوسط مثلًا 10 جنيه كمصاريف نسرية، يعني تقريبًا حوالي 100 جنيه لل10 فرخات كمصاريف نسرية. لإن إحنا يعني 10 فرخات مش مستاهلة خالص إن إحنا نشتغل معاهم أدوية، وإحنا بنربي حاجة يعني نضيفة في البيت، فإن شاء الله بإذن الله كُلّه هيبقى شغل أعشاب، وإن شاء الله يعني تكون إيه، يعني مصاريفها مصاريف بسيطة جدًا، وتكون كمان حاجات موجودة عندكم في البيت. خلّينا بقى نحسب كده إجمالي التكلفة، فإحنا هنقول إن إحنا عندنا مصاريف نسرية اللي هي النشارة أو التبن، أو يعني كمان بما فيهم يعني موضوع الكهربا ده لمدة الشهر، فإحنا كده يبقى عندنا 100 جنيه مصاريف نسرية، كمان هيبقى عندنا 700 جنيه تَمَن العلف، وكمان معانا 200 جنيه تَمَن ال10 كتاكيت، وده بسعر النهارده يا جماعة، بسعر النهارده علشان ما تقولوش الأسعار مختلفة، أمّا تشوفوا الفيديو بعد أسبوع والّا 10 أيام والّا شهر، ده ممكن الأسعار أنا باقولها النهارده ممكن بكرة تكون مختلفة خالص يعني. فكده يبقى إحنا عندنا الإجمالي كُلّه 1000 جنيه ده تكلفة ال10 فرخات. خلّينا بقى نحسب الربح. الربح بقى هيتحسب إزاي؟ إحنا مش هنبيع طبعًا لتُجّار، هم يعني إحنا جايبين 10 أو 20 فرخ، قيسوا على العدد يعني قيسوا الكلام اللي أنا باقوله لكم ده على العدد اللي أنتم حابينه. فمثلًا هنقول إن إحنا هنبيع زي ما إحنا بنتكلم كده على 10 فرخات عشان إحنا بنعمل حاجة كده بمبلغ قليل كده معانا في البيت، فمش هنبيع طبعًا لتُجّار يعني 10 أو 20 أو 30 فرخة مش هنبيعهم للتُجّار، هنبيعهم للجيران، هنبيعهم للأصحاب، هنبيعهم للناس اللي حوالينا هيعرفوا إن إحنا عندنا فراخ، فبرضه إن هم هيشتروها بنفس السعر اللي أنتِ بتبيعي بيه، نفس السعر أقصد آسفة اللي هم بيشتروا بيه من محلات الفراخ. لو أنتم حابين مثلًا إن أنتم تقللوا جنيه أو 2، وإن كنت أنا شايفة إن الحاجة اللي تتربى في البيت يعني أنا أروح أشتري حاجة متربية في البيت وعارفة إنها متربية على حاجة كويسة، لا واخدة أدوية ولا واخدة هرمونات ولا أي حاجة خالص من اللي إحنا بنسمع عنها، أنا أدفع فيها أكتر المفروض من اللي أنا أروح أجيبها من عند محل الفراخ. لكن خلّينا نقول إن إحنا هنبيع بنفس سعر محلات الفراخ، وفي نفس الوقت إحنا هنبيع على متوسط 2 كيلو، هي طبعًا زي ما قُلت لكم بتوصل ل2 وربع و2 ونُص، وفي ناس بتاخدها 3 كيلو عشان مثلًا تطلّع منها بانيه، لكن خلّينا يعني نحسب الربح على أقل حاجة، هو في المتوسط أنتم هتبيعوها 2 ونُص كيلو، لكن خلّينا نحسب على أساس إن هم 2 كيلو في ال10 كتاكيت، يبقى إحنا كده معانا 20 كيلو. أنا عندي الكيلو النهارده ب73 جنيه، ممكن يكون عندكم ب74، 72، أنا هاحسب طبعًا زي ما باحسب الأسعار اللي هي موجودة عندي، فأنا هاحسب على أساس 73 جنيه في ال20 كيلو، فهي تقريبًا يعني هتطلّع 1500 جنيه، 1460 يعني تقريبًا هتطلّع حوالي 1500 جنيه. طبعًا لو أنتم هتنضّفوا الفراخ، فتنضيف الفراخ معروف إنها تنضيف الفرخة ب10 جنيه، كل الناس عارفة الكلام ده يعني، دي حاجة ثابتة، يعني لو أنتم هتبيعوها لهم إن هي متنضّفة فتنضيف الفراخ ليها تَمَن، أو لو أنتم عايزين بقى تدخّلوها من نفس تَمَن سعر الفراخ يعني ما تحاسبوش عليها حتى في الأول يعني تشدّوا مثلًا زباين ليكم وكده، فدي برضه ما فيش فيها مشكلة. فإحنا كده معانا الأرباح بتاعتنا هي 1500 جنيه، ومعانا التكلفة 1000 جنيه، أنا باحسبها كده، يبقى كده لو طرحنا الاتنين من بعض يبقى كده إحنا معانا المكسب بتاعنا حوالي 500 جنيه، وأنتم قاعدين مريّحين في البيت في شهر كده واحد، يعني 35 يوم بالكتير إن شاء الله، ويطلع لكم حوالي 500 جنيه. يعني مش وحشين لو إحنا حسبناها هي في 10 فرخات، يعني كده موجودين عندكم في البيت ما فيش فيها أي تعب خالص، 10 فراخ دي ما فيش فيها ولا في تنضيفها ولا في مراعيتها أي تعب نهائي. ممكن بقى لو أنتم عايزين طبعًا تزوّدوا الربح، طبعًا يعني الكلام ده أنا قُلت لكم على أساس 2 كيلو، هتزوّدوا الوزن شوية، كمان ممكن تزوّدوا العدد، هتزيد معاكم أكتر، وممكن بقى السعر يزيد، يعني ممكن سعر الفراخ نفسها تزيد، وبرضه عايزة أقول لكم حاجة، ممكن برضه سعر كتاكيت تزيد، عشان أنا باقول لكم هنا كل حاجة بما يرضي الله وبصراحة، ممكن السعر يزيد بتاع الكتاكيت، فدي هتبقى فيها خسارة شوية، وممكن في نفس الوقت السعر الكتاكيت يفضل ثابت وسعر الفراخ هو اللي يزيد، فطبعًا دي بتتحكم فيها البورصة فاهمين؟ وكل يوم يعني الدنيا كلّها موجود فيها أسعار. لو أنتم كمان حابين بقى إن أنتم تعملوا مثلًا مشروع البَط، فشوفوا دلوقتي الفيديو اللي هيظهر لكم دلوقتي في العلامة اللي فوق اللي فيها علامة الآي، وكمان هيظهر لكم في شاشة النهاية فيديو عن تربية أو مشروع تربية البَط في البيت،
فكّروا وشوفوا الفيديو الأول، الفيديو ده مهم جدًا برضه قبل ما تقرروا إن أنتم عايزين تعملوا مشروع الفراخ البيضا والّا عايزين تعملوا مشروع البَط، خاصةً إن إحنا داخلين برضه على رمضان، والبَط أنتم عارفين برضه إن هو مواسم وبيكسّب جدًا، جدًا على فكرة يا جماعة لمّا يكون داخلين على موسم. آخر بقى حاجة عايزة أقولها لكم يعني، فهي يعني شوية نصايح كده بسيطة بس وأنتم بتربوا الفراخ، إن أنتم لازم تراقبوا الكتكوت بتاعكم كويس أوي عشان لا قدّر الله كان تعبان أو كان ممكن إن هو يكون فيه إسهالات، لازم نتابع، لازم نتابع، إحنا مش بنحط لهم أكل ومَيّة وخلاص، لازم عينيكم على فراخكم، لازم نتابع ونشوف الفضلات بتاعتهم إذا كان في إسهال، لإن برضه كل الحاجات دي ممكن تأثّر جدًا، جدًا على الوزن، فتلاقوا نفسكم إن أنتم صرفتوا وبرضه مش جايبين الوزن اللي المفروض إن هو ييجي، فعشان نتجنب الأمراض الفرشة تكون نضيفة، المكان يكون نضيف، التهوية تكون جيدة، المكان يكون دافي، درجة الحرارة بتبتدي تقل نُص درجة، نُص درجة لحد ما توصل مثلًا ل25 أو 26 درجة في العمر الكبير يعني، فاعذروني بقى أنا لو كنت زوّدت عليكم، أنا إن شاء الله بإذن الله هاعمل لكم فيديو من الألف إلى الياء، تربية الفراخ البيضا في البيت من الألف إلى الياء، هاقول لكم فيه إن شاء الله كل حاجة أنتم عايزين تعرفوها. أي سؤال أو أي معلومة عايزين تعرفوها اكتبوا لي في التعليقات، أنا بارُد على كل الناس، وإن شاء الله أعمل لكم فيديو إن شاء الله بالأسئلة بتاعتكم كلّها، لإن اللي حابين الفيديو اللي جاي يكون بيتكلم عن حاجة معيّنة، أو الفيديو اللي هنعمله اللي هو عن تربية الفراخ البيضا من الألف إلى الياء، عايزين فيه أي سؤال أو أي معلومة برضه اكتبوا لي تحت في التعليقات. باعتذر جدًا، جدًا من الناس اللي بتتضايق إن الفيديو يكون طويل، لكن أنا الحقيقة حبيت إن أنا أقول لكم على كل التفاصيل على قد ما قدرت طبعًا يعني، لإن الناس بالذات يعني اللي هي لسه هتبتدي أو الناس اللي هي يعني مبتدئة مش عايزاهم يعني يخسروا يعني فلوسهم، ابتدوا الأول يا جماعة الناس اللي لسه أول مرّة تبدأ، ابتدوا ب10 فرخات، بعد كده زوّدوا 15 و20 وإن شاء الله ربحكم يزيد، وإن شاء الله الخير دايمًا، دايمًا يكون مالي بيوتكم. لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش دعوة حلوة لأختكم في الله، وكمان ما تنسوش اللايك، الشير يا جماعة، الشير كتير علشان غيرنا يستفيد بكل المعلومات اللي إحنا بنقولها، وكمان اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. أشوفكم على خير إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.